في مول كانت تجلس فتاة في ريعان شبابها عمرها 22 سنة اسمها نجلاء نعمة الله، من مواليد محافظة البحيرة مدينة كفر الدوار. ولدت سنة 2000 وتبلغ من العمر 21 سنة. هي خريجة كلية الطب وتعمل سكرتيرة في أحد عيادات الأسنان داخل أحد مولات المحافظة، واشتهرت بعملها الخيري منذ أن كبرت وأصبحت خريجة من الجامعة، وبدأت نشاطها في أعمال الخير وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين. تعمل كمحاسبة لتسجيل المرضى في العيادة لعمل حجوزات خاصة بالعملاء والمواطنين من أجل الانتظار والدخول إلى الدكتور الخاص بالأسنان. كان لها صديقة تظهر المحبة وتضمن الشر والغيرة اسمها نورهان. كانوا صديقين حميمين يتشاركان جميع الأشياء مع بعضهما البعض ويتعازمان على الطعام. فما الذي حدث؟ حدثت هذه الجريمة في سنة 2021 شهر أغسطس في مصر في منطقة كفر الدوار في البحيرة، عندما كانت نورهان تبحث عن عمل، فساعدتها صديقتها نجلاء بالعمل معها في العيادة. إلى هنا كل الأمور تمام، فما المشكلة؟ الطمع والغيرة أعمى بصيرة نورهان، لأنها تسمع المديح على نجلاء من جميع من حولها مما زاد في حقدها. وفي يوم اتفقت مع قريبها محمد 27 سنة وصديقه أحمد 30 سنة على قتلها مقابل مبلغ مالي، وذهبت إلى العيادة عصر يوم الواقعة للتمهيد لجريمتها، حيث جلست 20 دقيقة مع المجني عليها مستغلة وقت فراغ العيادة من المرضى، وأحضرت لها كوب من العصير وكانت وضعت فيه المخدر، وجلس يتبادلان الحديث. ثم أرسلت لصديقيها رسالة على هاتفهم بسرعة الحضور لخلو العيادة من المرضى، فتوجه إليها بعد دقائق معدودة حيث كان في القرب منها في انتظار إشارتها. وقامت نورهان بمغافلة نجلاء بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص، بينما قام الشابان اللي كانوا بيدعوا أنهم مرضى بمحاولة سرقة الإيراد من درج المكتب. فاكتشفت نجلاء وحاولت الصراخ، فقاموا بتكميم فمها وهي تستغيث بصديقتها نورهان، لتشير نورهان إلى أحد الشابان بخنقها وضربها على رأسها عدة ضربات حتى فارقت الحياة. وقامت نورهان بسرقة خاتم وقلادة من الذهب كانت ترتديهم نجلاء وفروا هاربين. وفي اليوم التالي وعندما علمت الشرطة وتم إبلاغهم عن الجريمة، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة شاهدوا الجريمة بالتفصيل، وتم القبض على نورهان وشركائها بالجريمة، وبالمواجهة وبالأدلة اعترفوا جميعا بما اقترفوه من جريمة. فقالت نورهان عند اعترافها: اتفقت مع قاربي محمد وصديقه أحمد على سرقة إيراد العيادة، فوضعت مخدر في عصير وأعطيته إلى نجلاء، فلما شعرت بالدوار قام قريب وصديقه بخنقها، ولما كانت تستغيث بي قمت بطعنها عدة طعنات للتأكد من موتها. ربنا يرحم نجلاء ويعوضها خير ويلهم أهلها وزويهم الصبر. أشوفكم على خير، السلام عليكم.